كثير من العباد يظهر الله لهم في اللوح المحفوظ وصحف الملائكة في ليلة عرفة أو يوم عرفة تحويلهم من شقاء إلى سعادة، من غفلة إلى ذكر، من بعد إلى قرب، من ذنوب إلى مغفرة، من معصية إلى توبة، كثير في مثل الليل هذا، في مثل الغد. يروي الديرمي عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يتجلى عشية عرفة فلا يدع قلبا فيه ذرة من إيمان إلا غفر له. يا غفار، الله يغفر لنا جميع الذنوب والأوزار، يعيد علينا عوايد عرفات وأهل المعرفات ممن رفع لهم الدرجات، فنستعد لذلك. وأن الليلة يسن إحياؤها والاستغفار في سحرها وصلاة الصبح في جماعة، ثم أفضل ما تقول في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحمده على كل شيء قدير. في رواية وحي لا يموت هاتها 100 200 300 ألف مرة، وده من الصباح من الفجر تجيب 1000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحمده على كل شيء قدير. تجيب 1000 مرة قول الله أحد ينظر الله إليك في يوم عرفة. تجيب 100 مرة من الفاتحة، 100 مرة من الإخلاص معوذتين. بحضر قدكم مع القوم الدعاء إن شاء الله، دعاء الإمام زين العابدين بن الحسين في يوم عرفة، وأدعية جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. إن عثرت على شيء منها فالدعاء بما صدر من لسان النبوة أعلى وأرقى وأقرب للإجابة. الله يثبتنا على دربه، يحشرنا في جوفر حظنا من هذا اليوم المقبل علينا والليلة المقبلة علينا، ويرزقنا إحياءها إن شاء الله. يبدأ الإحياء عندنا بقراءة القرآن والتكبير من الساعة 12 القابلة إن شاء الله تعالى في نصف منتصف الليل إلى الفجر. نستعد بعد ذلك للعيد ويوم الأضحى فصل لربك وانحر. ويوفر الله حظنا وإياكم إن شاء الله، ويجعل من أبرك الأعياد على جميع أهل الإسلام والإيمان في المشارق والمغارب ظاهر وباطن، وعلى من في بطونهم ومن في أصلابهم إن شاء الله، ويفتح في أبواب الفرج والغياث المسلمين والصلاح الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. ومن الصيغة التي وردت في اليوم صيغة الصلاة الإبراهيمية، وجاءت بصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي على سيدنا محمد وأزواج ذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي على سيدنا محمد بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وعلينا معهم. ترتيبها لا أقل من 100 مرة في هذا اليوم. الله يسعدنا فيه بالسعادة الكبيرة، وينور لنا كل بصيرة، ويصفي لنا كل سريرة، ويحيينا للحضور في الحظيرة القدسية مع أهل مقاعد الصدق في المجالات الأنسية بعطايا الرب الرحمن السنية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.